بعد فريق الضفرة بينما تصل إلى سفيان في اتجاه المرمى، والحارس عبد الله حسن لا زالت خطيرة يا إيريك في المرمى. إيريك يضرب الشباك، إيريك يسجل الأول مبكرا. 1-0 عيناوية، 1-0 للزعيم. العين يريد أن يبقى يقظا. هنا العرضية، إيريك يحاول إبعادها والتسديدة في المرمى. تياغو يسجل أول أهدافه. 1-1. شوف العرضية وشوف اللقطة وشوف هنا إيريك اللي ممكن يبحث عن الكرة، بعد ذلك خطفها تياغو وسجل هدفا أولا لمصلحة الضفرة. وعن لابا يستعد للضربة القادمة، لابا يريد الثاني للعين، لابا مستقر في مكانه، لابا يسجل الثاني. العين 2-1 يا ريبيروف. بشوط المباراة الثانية بندر الحبابي. العين يحتاج إلى سرعة في الأداء، يحتاج لأن يضغط أكثر، يحتاج لأن يبحث أكثر. يرمو يحط الكرة مع لابا، الوانتو والهدف الثالث عيناوي عن طريق يارمولينكو. هو اللي بداها مع خالد البلوشي، رجعها له، استلمها، فكر في لابا الوانتو على طول. يارمولينكو في الشباك، يضرب المرمى ويسجل الهدف الثالث لمصلحة العين. هدف يأتي في وقت مبكر جدا ويجعل الأمور صعبة على فريق الضفرة. كرة تعود إلى الجهة اليسرى على طول من طرف كوامي، تسديدة قوية في الجول. يا لها من تسديدة يا سفيان رحيمي استلمها سفيان، قرر أن يسدد. يا سفيان، ولا أروع يا سفيان، ولا أجمل يا رحيمي، حتى في الزاوية مش ممكن. الله يا رحيمي الله.